مرحبا ويا مرحبا، ارحب باصدقائي الحلوين ومتابعين الحلوين اللي يشجعوني اني اسوي فيديوهات وانشر. طبعا اليوم راح اسوي لكم راس بقر. اليوم جاب لنا إياها زوجي وكان يسوي لي إياها غدا، فحبيت اشارككم طريقتي بالطبخ. هنا عندنا راس بقر مقطع وغسلته، بس والله تعب بالغسل والتنظيف وش قد نظفته. وهنا عندي 3 رؤوس بصل، وهاي جدرية نشغل عليها النار، وجبت هاي النوم بصرة من هاي عمود ما تصير المرقة لونها هيج اسود، يصير لونها هاي يصير لونها فاتح. هسه نبلش نحط الزيت، ما حاجة يفر الدهن قبل نحط اللحم لأن هو زيت، مو تقولون دهن شجار يسمونه. هاي شوفوا. هسه نقطع البصل، هاي كملنا التقطيع. نعوف اللحم شوية يذب بالمي مالته وينشف ونذب البصل والبهارات نغطيه. هسه نشوف الباكية، شوفوا حبايبي شلون صارت. هسه شو نسوي؟ نذب البصل وننمي البصل بعد ما فارت. ملح شي بسيط، لأن بالأخير حاطين ملح فبنحطه عود ما تصير مالحة. شوفوا البهارات اللي أحطها شي بسيط، بس على مود ما تضيع النكهة مالت اللحم. حضرنا شوية تمنات قلاص على مود ننقعهم، ومن تفور المرقة مالت الباكة نحط التمن. نحط الماي على الباكة حد ما يغشي. هاي نتركها الماء تستوي، تفور وننقص عليها وهي تتهدر على كيف على مود تستوي أكثر. وهاي كملت عندنا الباكة. شنو رأيكم بيها؟ شوفوا شوف اللحم. شوف تفلس. شنو رأيكم بيه؟ طعم خرافي ما شاء الله، صايرة زبد. خليتها طبعا للعشاء